أهلا بكم. ناشدت عائلات تونسية السلطات للتدخل للإفراج عن 7 تونسيين أدينوا في الجزائر بتهمة تهريب مواد غذائية مدعمة، وحكم عليهم في المستوى الابتدائي ب10 سنوات سجنا قبل أن تخفض محكمة الاستئناف الأحكام إلى 5 سنوات. أثارت هذه المحاكمة جدلا كبيرا في الأوساط الحقوقية التونسية التي طالبت السلطات بالتدخل لدى نظيرتها الجزائرية للإفراج عن المتهمين والآن محكومين بالطبع. الجزائر إذن أحكام تطال 7 تونسيين ب5 سنوات سجن تمت إدانتهم بتهمتي التهريب والمضاربة. تم ضبطهم طبعا على متن حافلة لنقل المسافرين متوجهة إلى تونس معبأة بكميات من المواد الغذائية. ونذكر بأن الحدود الحقيقة على مدى يعني التاريخ دائما كانت حافلة بعمليات التهريب هذه المتبادل على جانبي الحدود، وهي ظاهرة الحقيقة ليست نشاز ولا استثناء. دائما بين أي دولة وأخرى في كل العالم تجد هذه العمليات، فما بالك بين بلدين جارين شقيقين تجمعهما كل أواصر القربة والأخوة والتاريخ واللغة والدين وما إلى ذلك. أبو خليل، مساء الخير. مساء الخير الأخ صالح. يا هلا بيك. تفضل. ألو. تفضل أنت على الهواء. الأخ صالح، بغيت نهضر بكل تواضع وبكل منهنة إذا تسمح. تفضل. هذا الموضوع نعتبره أن فتنة، يسمى راك أنت دير في الفتنة ما بين الدول على كل حال. اسمع لي على كل حال. أنا أقوم بالفتنة الآن. أنت أكبر فتان ما بين الدول العربية. جميل. كيف كل دولة عندها قانون تاعها، والقانون هذا مطبق على الجزائري، كيف ما يطبقش على إنسان خارج الحدود الجزائرية. حلو، جميل. طيب أما شعار خاوة شو ما معناه شعار خاوة؟ خاوة ما بين الدولة عندها الحق باش تتبرع ولا تدير. يعني الرئيس تبون وقيس سعيد إخوة، أما الشعوب لا. هذيك مصالح ما بين الدول اللي يتبرعوا ولا بكل. بصح القانون على كل انسان جزائري، القانون هذا مطبق على الجزائري قبل ما يطبق على تونس. هذه نعتبرها فتنه، وانت اكبر فتان ما بين الدول العربيه. حلو، مع كل احتراماتي. شكرا لك. والسلام عليكم. انت خليت فيها احترام. شكرا لك على كل حال ابو خليل، وجهه نظرك وانا احترمها. على فكره انا اكبر فتان بين الدول العربيه. اشكرك. وأنا كنت للتو أدعو التونسيين أن لا تتغير نظرتهم تجاه إخوانهم في الجزائر. إذا ما حلوا في بلدهم الثاني تونس مرحبا بهم، وتفتح لهم القلوب والأبواب معا. إذا كان هذه فتنة عزيزي فلا أدري. تعريفك للأخوة واضح بأنه هو هذا التعريف اللي نتحدث عنه. خاوة، لكن على الحدود إذا تأخذ دبوزة زيت تتلقى 5 سنوات إن لم تكن 10. محمد من الجزائر، مساء الخير. السلام عليكم اخويا صالح. وعليك السلام. اسمح لنا اخويا صالح. تفضل. والله غير اسمح لنا. هذا هو اللي راودي في الفتنه، هو اللي عايز يشعل النار. انا نقول لك يا اخويا صالح، هاد الناس هادو اللي راهم يديروا في هذا الشيء هادو الدوله الخفيه. يعرفوا خوفنا توانسه. والله غير الدوله الخفيه. هذا تلقاه كوميسار وتلقاه احنا نسموهم الكانيش تاع فرنسا. هما اللي يحبوا يشعلوا النار بين الجزائري والتونسي. تلقاهم في الدولة، تلقاهم يخدموا في الكوميساريات، تلقاهم يخدموا حتى في القضاء. في القضاء يحكي يخدموا في القضاء، وهما كانيش تاع فرنسا. هما اللي يحبوا يشعلوا النار بيننا وبين توانسة. ربي يهديهم وربي يهدي هذا اللي كان يتكلم. والله ربي يهديه ان شاء الله. شكرا لك محمد من الجزائر. شكرا لك. لا أدري لماذا لأول مرة أشعر بكسرة في داخلي والله. يعني الواحد لسنوات وهو يتحدث على هذه القيم العليا. عبد الله، مساء الخير.
سامحوني معناها اقسم بالله احس بالغبن يا اخ صالح، واحس بالقهر واحس بالذل والله يا اخ صالح. نقول للاخ ابو خليل سامحك ربي والله يرحم والديك وربي يغفر لي ويغفر لك ويغفر لكل من يستمع الينا يا اخ صالح. شوف يا اخ صالح انا زوجتي جزائريه يعني مانيش مصدق يا صالح، وكان السماء معناها تحت عليا. كيفاش خويا يا صالح معناها خويا يحكم عليا ب5 سنين حبس خاطرني انا في ضيق على دبوسه زيت؟ ليش؟ انت شديتونا معناها زين سلاح لا قدر الله ولا مخدرات لا قدر الله؟ ليش يا اخينا؟ الفتنه راقده لعنه الله على من ايقظها. يا صالح اشهد الله انا نعتبر نفسي تونسي ومغربي وليبي، اللي بيا نسابنا وخيانا يا صالح رانا عائله واحده احنا والجزائريه عائله واحده وخيانا في المغاربه وخانا وخيانا في موريتانيا في مالي في السنغال. لن تونسي خويا يا صالح انا مستعد للموت، مستعد اشهد الله اللهم فاشهد يا ربي. سامحني معناها صالح متاثر، اللهم فاشهد اني مستعد نموت من اجل الدفاع على حرمه اي مسلم وعلى شرف اي مسلم وعلى مال اي مسلم. معناها ضربه في الخنجر يعني عوض ان نتوحد. معناها الاتحاد الاوروبي هؤلاء يعني اعطاوا رومانيا ويعطيوا مش عارف ايش ويتوحدوا، واحنا نتقتلوا في ما بين اللي صالح من اللي صالح اسرائيل، واحنا نذبحوا في بعضنا ونقطعوا في اواصر. اقسم بالله صدقني يا صالح، صدقني والله يا صالح اقسم بالله اتمنى الموت عندما ارى المواقف هذه. معناها ليش؟ نحن شعب واحد، امه واحده، يجمعنا دين واحد، يجمعنا عرق واحد تقريبا، عندنا كل مقومات النمو والتقدم. ليش هذه غلطه وهفوه يا اخ صالح ما نحسبوهاش على الدوله الجزائريه الشقيقه؟ وانا متاكد ان اصحاب القرار يعني قد تكون خطوه تاديبيه من طرفهم، ونحن اخوه غصبا عن اي كان، وغصبا عن اسرائيل وغصبا عن الصهاينه ومشيئه الله. اقسم لك بالله اللهم فاشهد ان الامه هذه قادمه وستتوحد غصبا على الجميع، وستزول هذه الحدود وهذه الانظمه. وانا نقول لاخواني يعني التمس منكم يا اخ صالح اللي في السعوديه خويا هذاك اللي في السعوديه، خويا اللي في الامارات، خويا المواطن العادي اليمني، نبكي الدم على اليمن ولا على لبنان. الكل نحن اخوه، امه واحده، امه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. نحن ولاد سيدي عمرو المختار اخواتنا، ولاد سيدنا عبد القادر. يعني شكرا لك، اشكرك عبد الله، شكرا لك على مشاعرك. نعم امه واحده وسنبقى. أنا أتحدث أيضا يحز الأمر في قلبي الحقيقة، لأنه تونس كما يقولوا بالتونسي طاحت بها وصارت يعني تحتاج إلى بدون زيت من الجارة الشقيقة الجزائر، وتحتاج لا أدري بنزين من هنا وهناك. ويعني لا السلطة رحمت التونسيين ولا الجار أيضا قدر الموقف فيما يبدو. الله غالب، الله المستعان. محمد من فرنسا. السلام عليكم. وعليك السلام. أنا مانيش داكور اليوم، مانيش داكور مع الدولة الجزائرية. التوانسة والجزائريين تكون بيناتهم تجارة حرة، ولازم يديو واش أنا نخدم اسبانيا فرنسا، لازم ما نعديش البوا برك، سينو ما عندي حتى مشكل اونتر فرنسا واسبانيا. كيفاش احنا الجزائريين نقولوا التوانسة خاوتنا عندنا الخير نقسموه، سي كوم سا كي سا مارش. فهمت؟ انا نقول الجزائر، نقول الدولة الجزائرية الناس هذو لازم يخرجوا براها. فهمت؟ انا مانيش داكور. كيف تقول لي هذا جاري وخويا وكل شيء، لازم نكون نعطي الجار نعطي له اكثر من خويا، سي كوم سا كي سا مارش. ان شاء الله الدولة الجزائرية تسمع من عندي اليوم وتطلق الناس هذو براها، وتخلي التوانسه يهزوا واش يحبوا والجزائريين كيروحوا التونسي يهزوا واش يحبوا. هذه هي الخاوه، ياكلوا من عندنا ناكلوا من عندهم ونتعاونوا في كل شيء. داكور؟ وربي يعاونكم وربي ان شاء الله يهديهم. شكرا لك محمد من فرنسا. لكن علينا ايضا ان لا نغفل حتى من باب الامانه ايضا المهنيه والموضوعيه. هناك قانون في الجزائر يجرم التهريب. هي القصه في تعريف التهريب. هل ما فعله هؤلاء التونسيون تهريب فعلا، ام هو مواطن بسيط راح يشري بفلوسه بماله وحلاله وخرج أمام أعين العالم جميعا في الحافلة ومن المعبر ودخل؟ والله لو تقول لي جاء في الليل في الظلام ومعبي شاحنة أو لا أدري جمل أو دابة ويعبر من المناطق يعني الجبلية، هذا يسمى تهريب.
لكن أنه جاي في الطريق العام ومن البوابة وشاري بفلوسه وأعلن أمام كل الناس، فكيف يتسمى تهريب؟ لا أدري. بالفعل والله أنا أتساءل بأمانة موضوعية. ومثل ما قال لطفي منذ قليل، يا أخي لا تريدون رجعوا بضاعتكم ويعود هؤلاء إلى بيوتهم. سهلة المسألة يعني. ليش تكلفوا كل هالقصة 5 سنوات؟ يعني عندما تعاقبه ب5 سنوات وتاخذ منه من عمره 5 سنوات على جال دبوزة زيت، والله عيب. أبو صهيب من الجزائر. أبو صهيب، أبو صهيب تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام. أخي صالح، أنا أبدأ من انتهى أخي لطفي من تونس وأقول له نحن إخوة ولا تحول بيننا هذه الحدود المصطنعة، ولكن هذه الأحكام الجائرة تصب في مصب واحد، وهو الصيرورة أو التوأمة بين الدكتاتورية الجزائرية والدكتاتورية التونسية. هناك تماهي وهناك تطابق في تجويع الشعبين. نحن في الجزائر نعاني من هذه المشكلة المفتعلة وهو الزيت. الزيت في الجزائر هناك طوابير من البسطاء والفقراء، ليس الإخوة الذين حاكموهم هؤلاء الظلماء من أجل زيت. هل الدم الذي مزج بين الجزائريين يوم ذاك يوم الاحتلال الفرنسي هل هي دماء أصبحت ماء؟ كلا والله. نحن نقول يا صالح هذه الأمور مفتعلة، يريدون هذه العصابة أن تجعل إخوان وكباش فداء. أي من أراد أن يدخل إلى الجزائر فلا يأخذ إلى تونس. أي هذه القطيعة بين الجزائريين وهذه العصابة جعلت هذه العصابة في هستيريا لا تعرف هذه الممارسات إلا من أمر واحد، وهو القمع. القمع الذي يبنى على القوانين الجائرة. هذه القوانين مستمدة من أين؟ مستمدة من التبعية الفرنسية. شكرا إلى الحدود. أشكرك أبو صهيب، شكرا لك.